السلام عليكم ورحمة الله. يقول في واحد جاب لأبوه هدية ببغاء، أبوه شايب كبير في السن وبالبيت بالحالة، قال يبي يوسع صدره ويونسه ويقلد أصوات. المهم جاء الواد من بكرة قال ها يبا شلون الببغاء؟ قال ما ينفع، هدية كم مرة ما تصلح يا ولدي الله يهديك. قال وراه يبا، قال عين يستوي. يا أخوان بعض الناس يعطي والده هدية بدايتها بر وأجر عظيم، لكن نهايتها بغي وأكل مال الناس بالباطل. كيف يكون هذا؟ مرت علي كذا قصة، يموت الأب ويجي واحد من الأبناء يقول ترى المال الفلاني أو الشيء الفلاني بالمال أبوي ترى لي، أنا معطيه أبوي ذيك السنة، مبلغ مالي، سيارة، جوال، مشلح، عطر أو أي شيء من هذا القبيل. ويجي أخونا في الله هذا يعتبرها أول المغانم، يقول والله تاخذها يا فلان، يقول والله هذه معطيها أبوي هدية. ذل أبوه وزعل إخوانه ورجع في هديته، والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. لا وبعضهم يصير فزع مع أبوه بناء البيت أو بشراء سيارة، إذا شاف الدراهم توزع قال له أول شيء رجعوا حقي لأن أعطيته أبوي. ضيع أجره. على كل حال من أخذ شيء من هذه الأموال بهذه الصورة فقد أخذ مال بالباطل، لأنك حينما أعطيت والدك انتقل الملك إليه، وحينما مات انتقل الملك للورثة. ولننتبه إلى أن سكوت بعض الورثة لا يدل على رضاهم، بعضهم يسكت حياء وبعضهم خوفا. يقول المصطفى لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه.